صاحبة قصة النهترده بتقول: أنا ما كنش متخيلة إني ممكن أكلم حد وأتعلق بي ويحصل بينا كده وأنا متجوزة. أنا اسمي هلا وعندي 26 سنة، اتجوزت من 3 سنين ومعايا بنت صغيرة. جوزي شغال كهربائي، ومن حوالي 6 شهور جاله شغل كويس جدا في فندق في الغردق، وبقي يروح للفندق ده 20 يوم يشتغل وينزل إجازة أسبوعا. وفضلت أنا وبنتي نقعد 20 يوم دول لوحدنا، خصوصا إن إحنا ساكنين في شقة إيجار في عمارة بعيدة جدا عن أهلي. لحد ما أمي كلمتني في يوم وقالت لي إن أختي الصغيرة تعبانة جدا. رحت واخدة بنتي ورأيحة عندهم، ولقيت أختي حالتها صعبة جدا. قلت لهم لازم نوديها المستشفى دلوقتي، ما ينفعش نسيبها كده. خدناها وروحنا مستشفى حكومي، ودكاترة قالوا إنها لازم تتحدث فوراً عشان هاتوا العملية. وبالفعل أختي أتحجزت في المستشفى. فضلت قاعدة أنا وبنتي عند ماما، وبما إن ماما ست كبيرة بقيت أنا اللي أروح أتابع حالة أختي في المستشفى. ولما عملت العملية بقيت أنا اللي أبات معاها كمرافقة في نفس المكان اللي كانت محجوزة فيه. كان في طفل صغير محجوز، وكان في شاب بيجي كل يوم يطمن عليه. الغريب إن أهله كانوا بيجوا بالنهار وبعدين يمشوا، لكن الشاب ده كان بيجي لوحده بالليل، وبقينا نشوف بعض كل يوم في المستشفى. في مرة قال لي: هو أنت بتباتي هنا مع أختك؟ قلت له: أيوز. قال لي: طيب ممكن أرجوك تخلي بالك من أخويا وتبسي عليه؟ قلت له: ما فيش مشكلة خالص. قال لي: طيب نستأذنك أخذ رقمك عشان أتمنى عليك وعلى أخويا منك. كانت مترددة في الأول، لكن قلت عادي لما يثمن عليه ويخرج بالسلامة. حدث رقمه، وعرفت إن اسمه حسام، وبقي يتصل بي كل يوم وقت الظهر قبل ما يجي يطمن على أخوه. وكان كل مرة يجيب حاجة للأكل أو أي حاجة يجيب لنا معه زيها. حسيت إنه إنسان كريم جدا. بعد كم يوم قال لي إن الدكتور كتب لهم خروج وإنهم هيمشوا تاني يوما. قلت له الحمد لله على سلامته. وفي يوم الخروج جاب لي شنطة وقفلها كويس وقال لي: استأذنك تفتحيها بعد ما أمشي. وأخذوا ومشوا. فضلت أنا واقفة، والفضول هيدنني. فتحت الشنطة ولقيت فيها ورد أحمر وشيكولاتة كبيرة. فرحت جدا وكانت مبسوطة بذوقه، واتصلت به يشكره. قال لي: دي أقل حاجة، أنت تعبت مع أخويا. بعدها ب3 أيام أختي خرجت من المستشفى ورجعنا البيت، وقعدت معها لحد ما بقيت كويسة جدا. وكان جوزي قرب ينزل إجازة، فرحت ورجعت شقتي. بعدها بيومين جوزي نزل الإجازة، وأنا في المطبخ لقيت موبايلي بير، ولقيته حسام. بسرعة عملت الموبايل صامت، وجوزي كان نائم وقتها. خفت جدا وما كانتش عارفة أتصرف، خصوصا إني ما ينفعش أقوله إني أتكلمت مع حد أو إني أديت رقمي لحد. فضلت ساعات والموبايل صامت، وحسام بيتصل 3 أو 4 مرات في اليوم. وجوزي كان معظم الوقت قاعد في البيت ومش بيخرج، فكانت مضغوطة جدا. لحد ما في يوم طلبت من جوزي حاجات يجيبها، وطلبت طلبات زيادة عشان يتأخر برا عشان أقدر أكلم حسام. أول ما جوزي نزل اتصلت بحسام وقلت له إني ما كانتش قادرة أرد بسبب وجود جوزي. قال لي إنه آسف ومش هيكرر الاتصال، لكن أنا طمنته إن ما فيش مشكلة. وسأل عليا وعلى أختي، وكان بيطمن علينا. حسيت وقتها بسعادة غريبة، إن في حد بيسأل عليا حتى وأنا متجوزة. جوزي رجع، وبعدها بيومين سافر تاني شغله في الغردق، وفضلت قاعدة لوحدي. الإحساس ده كان متعبني جدا، وما في حد قريب مني أحكي له أو أحس معه. في الوقت ده بدأت أفكر في حسام أكتر، وأفتكر كل اللي حصل في المستشفى. ولأول مرة أنا اللي يتصل بيش. ما أعرفش جبت الجرأة دي مني، لكن حسيت إني محتاجة أكلمه. اتصلت بيه، ورد، واتكلمنا كتير. حكيت له عن حياتي، والمفاجأة إنه طلع ساكن قريب مني جدا، المسافة بيننا حوالي 10 دقائق مشي.
وعرفت إنه مش متجوز وبيشتغل في العقارات. وأنا قولت له إني متجوزة ودوزي مسافر أغلب الوقت. بدأنا نتكلم كل يوم تقريبا، لحد ما في مرة قال لي إنه بيحبني وعايز يشوفني. كانت مترددة وخائفة، لكن مع إصراره وافقت. كانت بروح أسيب بنتي في الحضانة الصبح وأرجع أستلمها 5 العصر بعد ما أقابله. وكل مرة كانت بشافه كان بيأخذني أماكن فخمة ويجيب لي هدايا، وكانت حاسة بسعادة عمرها ما حصلت لي قبل كده. ولما أرجع البيت كانت أقعد أعيد وأقول ليه ما قابلتوش من زمان قبل جوازي. بقي هو أقرب شخص لي، ودوزي بالنسبة لي بقي مجرد مصاريف وابس. وبقت علاقتي بحسام تزيد يوم بعد يوم، وكلامنا يأخذ شكل تاني. كان ببعت له صورا، وكنا بنتكلم في كل حاجة، ومش بنام غير على مكالمات فيديو، لحد ما وصلنا لمرحلة إننا بقينا محتاجين نشوف بعض أكتر. هو قال لي إن عنده شقق فاضية في المدن الجديدة، وإنه بيشتغل في العقارات، وإن الشقق دي محدش ساكن فيها، وممكن نروح نتقابل هناك بحجة الشغل. كانت متوترة، لكن وافقت، واتفقنا نتقابل الساعة 9 صباحا الصبح. جالي بعربيته، ورحنا مكان بعيد حوالي ساعة. لقيت المنطقة فاضية جدا وما فيش ناس. دخلنا عمارة، وطلعنا شقة فاضية تقريبا. المكان كان شبه مهجور، وهو قفل الباب. وفضلنا في الشقة، وحصل بيننا لقاء، وكانت حاسة بمشاعر متلخبطة جدا، فرح وخوف في نفس الوقت. وبعدها نزلت ورجعت البيت، ومن وقتها حياتي اتغيرت، وبقيت عايشة بين إحساسين: حياتي مع دوزي، وإحساسي مع حسام. وفي الآخر وصلت لمرحلة إني محتارة ومش عارفة أعمل إيه، ومش قادرة أتحكم في مشاعري. دي رسالة بعتها واحدة على صفحة فيسبوك، وبتطلب رأي الناس، ولو عندكم نصيحة ليها اكتبوا في التعليقات، وهي هتتابعها بنفسها. ولو عندكم أي مشكلة ومحتاجين تعرفوا آراء الناس فيها، ابعتوا لنا على رسائل الصفحة، وإحنا هننشرها هنا على القناة. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.